هل ممكن تصدق إن سقراط كانت غالبا فورمته أحسن من فورمة نص الناس اللي في الجيم دلوقتي؟ لأن كانوا بتقول زمان لو جسمه كان ضعيف فده كان يعتبر إنسان ناقص. يمكن أكبر كذبة صدقناها إن العقل لوحده كفاية. بس لو رجعنا لليونان زمان، اليونان القديمة، نكتشف إن الحكيم أو الفيلسوف كان لازم جسمه يبقى قوي. ليه الفلاسفة كان عندهم عضلات؟ احنا دلوقتي متعودين نشوف الشخص الذكي كستيريوتايب بتاعه انه شخص ضعيف جسمانيا، وان الشخص الرياضي او الشخص مفتول العضلات هو شخص يعني قد يكون ذكي لكن مش اذكى حاجه. كأن في حرب بين الجسم، يا اما تبقى نيرد يا اما تبقى جيم برو. وبعيدا عن انه ده تعميم من غير دليل، الا ان الموضوع زمان كان مختلف تماما. في اليونان القديمه الفيلسوف ما كانش مجرد واحد بيفكر في معنى الحياه، الفيلسوف كان غالبا رياضي كمان. الاغريق كانوا شايفين ان الجسم المهمل مش مشكله شكل، بل مشكله اخلاقيه. أخلاقية، لأن بالنسبة لهم لو أنت مهمل في جسمك فإزاي هتعرف تظبط عقلك؟ وينسب لسقراط قوله: لا عار على الإنسان أن يشيخ دون أن يرى القوة والجمال التي يمكن لجسده الوصول إليها. الفكرة كانت بسيطة، الروح القوية بتحتاج لبيت قوي تسكنه، يعني عقلك وجسمك مش ضد بعض، دول بيكبروا مع بعض. بس استنى، الجيم زمان ما كانش جيم أساسا، ما كانش في واحد شايل دماغه وحاطط مكانها طارات، ولا واحد بيتخانق على جهاز الكيبل. كان في مكان اسمه جيمنيزيوم، والاسم أصلا جاي من كلمة معناها مكان التدريب عاليا. لكن المهم إن المكان ده ما كانش مجرد جيم، وإنما كان مدرسة للجسم والعقل. الصبح جري ومصارعة ورمي رمح وقفز وتدريب بدني، أما بعد الظهر فلسفة وتأمل وأسئلة وجودية. تخيل واحد لسه مخلص مصارعة وبعدها بيتساءل عن معاني وأسباب الفضيلة. لماذا كانوا يتمرنون؟ لماذا كان يتمرن الإغريق؟ الرياضة بالنسبة للإغريق ما كانتش مجرد فورمة بس ولا عضلات، كان تدريب على الانضباط، على تحمل الألم، على السيطرة على النفس. كانوا مؤمنين إن الشخص اللي مش هيقدر يتحكم في جسمه مش هيعرف يتحكم في رغباته ولا حتى أفكاره ولا حتى شهواته. وده جزء من فكرة إغريقية قديمة جدا، إن القوة البدنية هي مرآة للانضباط الداخلي، الكالوكاجاثيا. كان عندهم فكرة عبقرية اسمها الكالوكاجاثيا، فكرة بتقول إن الإنسان المثالي هو الإنسان اللي بيجمع بين الجمال والخير في آن واحد. جسم قوي وعقل قوي وشخصية قوية، مش واحد عنده عضلات وخلاص ولا واحد ذكي ومهمل في نفسه. التوازن هو المثالية. حتى أفلاطون نفسه، واللي اسمه الحقيقي كان أرسطوقليس، ليه كانوا بيتمرنوا وراه؟ وده كان غالبا لأكتر من سبب، منها التخلص من الفوارق الطبقية. الغني والفقير كلهم شبه بعض، مفيش براندز، مفيش ماركات، مفيش كماليات، مفيش اكسسوارات. مؤرخين كمان بيقولوا إن ده نوع من الرهبة الاجتماعية، فالكل شايف الكل، وده خلق منافسة غير مباشرة إنك تبقى في أفضل نسخة منك. طيب هل العضلات اللي في التماثيل دي كانت حقيقية فعلا؟ الإجابة ولا. التماثيل كانت مثالية زيادة عن اللزوم، لكنها ما كانتش خيال. الفنان اليوناني ما كانش بيقعد يتخيل في عضلات من دماغه، ما هو كان بيرسم وبينحت اللي بيشوفه كل يوم في الجيمانيزيوم. ناس بتجري، ناس بتتصارع، ناس بتتدرب. الجسد الرياضي كان فعلا شائع وقتها، لكن التماثيل كانت هي النسخة المثالية اللي الكل بيحاول يوصل لها. طيب هل أقدر أبني فورمة زي التماثيل اليونانية دي؟ نفترض إن الإغريق كانوا موجودين في الحياة معانا لحد النهاردة. غالبا هدفهم مش هيكون أكبر عضلة ولا إنهم يكونوا دبابة بشرية، لأنهم ما كانوش بيدوروا على الضخامة قد ما كانوا بيدوروا على جسم يتحرك كويس، يجري، يقاتل، يتحمل، يفكر، جسم عملي وقوي. وعشان كده أقرب حاجة لفلسفتهم النهاردة هي تمارين وزن الجسم أو الكاليستينكس. والغريب إن حتى كلمة كاليستينكس نفسها أصلها يوناني، كالوس ثينوس. كالوس بمعنى الجمال وثينوس بمعنى القوة، بس الجمال هنا مش جمال الشكل وإنما تناسق، وبالتالي كالوس ثينوس معناها الجمال والقوة. ودي تقريبا نفس الفلسفة الإغريقية، القوة الحقيقية لازم تكون مصحوبة بحركة كويسة وتناسق، مش مجرد حجم. طب وبالنسبة للعقل في الكاليستينكس ايه ظروفه؟ فانت لما بتتمرن بوزن جسمك انت بتدخل في نوع مختلف من التدريب. مفيش أجهزة تسندك، مفيش حد يشيل الوزن عنك أو يرفع الوزن عنك لو ما قدرتش. من الآخر كده انت ضد نفسك بس. ببطء شديد بتتعلم حاجة في الكاليستينكس أهم من القوة، وهي الصبر. في روايات تاريخية عن الإسبرتيين قبل معركة ترومبري، لما جواسيس الفرس راحوا يراقبوا جيش الإسبرتيين وقتها، رجعوا مستغربين لأن الجنود بدل ما يكونوا مرعوبين إنهم داخلين حرب كانوا بيجازوا نفسهم وبيسرحوا شعرهم كأنهم داخلين احتفال مش حرب. وده يبين قد إيه التدريب عندهم مش مجرد شيء بيعملوه وقت الحماس، بل جزء من هويتهم. الإغريق ما كانوش أكيد مثاليين ولا أحسن حضارة في كل حاجة، لكن يمكن كانوا فاهمين حاجة واحدة إحنا نسيناها، إن العقل العظيم نادرا ما يعيش داخل جسد مهمل.
وإن تدريب جسمك مش فعل سطحي، أحيانا بيكون تدريب لشخصيتك نفسها. فيمكن السؤال الحقيقي هنا مش إزاي أبقى زي التماثيل اليونانية، لكن إيه النسخة المثالية مني اللي جسمي وعقلي لسه ما يصلحهاش.